تعالوا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا لكل عروسه وكل ام بتجهز بنتها، قسم الاطباق. اكتر حاجه العرايس بتوه فيها، ايه اللي بيتجاب وايه اللي ما بيتجابش، ايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملوش لازمه، لو هنعمل نيش هنجيب ايه، ولو مش هنعمل نيش ايه اللي هنستغنى عنه. انا رؤوف يوسف صاحب سنتر رؤوف، يلا بينا ندخل ونتفرج. وعلشان عارفين ان المطبخ هو الاهم عشان كده هنبدا بالمطبخ. المطبخ فيه 3 اطقم اساسيين. اول حاجه عندنا في المطبخ هو الاركوبال، من اهم الحاجات اللي بتيجي في المطبخ، وبعد كده الميلامين، وعندنا البورسلين او بيتقال عليه اطقم العشاء. احنا ممكن نستغنى عن طقم من ال3، طبعا ممكن نستغنى طقم، بس الاول هنعرف ايه اهميه ال3 اطقم وليه هم مهمين للمطبخ وما ينفعش نجيبهم نحطهم في نيش. اول حاجه هنبدا بيها هي طقم الاركوبال. ليه بقى طبعا قلنا طقم الاركوبال؟ لان طقم الاركوبال مختلف خالص عن طقم الاركوبايركس ده، لان الاركوبال يا جماعه عملي للمطبخ، لان الاركوبال بتبقى الوانه ثابته، يعني عجينه الازاز هي ذات نفسها الملونه، عكس الاركوبايركس. فبالتالي احنا بنجيبه ونستخدمه في المطبخ لانه بيخش غساله الاطباق وبيخش الميكروويف، حلو جدا وصحي جدا لان هو من عائلات الازاز، فبالتالي اصح حاجه احنا ممكن نستخدمها. الاركوبال حلو كمان عشان تشكيله، يعني الاركوبال فيه عدد اطباق يكفينا بكل حاجه في السفره. اي نعم هو ستات، بس احنا بنخدمه بحاجات تانية من الاطقم اللي انا قلتها. يعني عندنا برضو في الاركوبال في اطقم فناجيل قهوه، وفي فناجيل شاي، وفي ملاحات، وفي لبانه، وفي سلطانيه كبيره، وسلطانيه من غير غطا. فبالتالي هو طقم حلو وعملي جدا للمطبخ، فبنستخسره نحطه في النيش علشان هو اهم حاجه فيه الوانه ثابته وموديلاته بتبقى هاديه عكس الاركوبايركس. اما تاني طقم معانا احنا ممكن نجيبه هو طقم البورسلين، او ما يعرف بطقم العشاء عندنا في مصر. ليه احنا بنقول طقم البورسلين كويس؟ لان البورسلين من اكتر الحاجات عمليه. اطقم البورسلين ممكن تكون عيبها لدى البعض ان هي عددها صغير، بس هي حلوه جدا في الاستخدام. يعني البورسلين لو احنا هنعمل فيه اي حاجه عمره ما بيقول لنا لا. يعني ايه عمره ما بيقول لنا لا؟ يعني البورسلين ده لو احنا حبينا نحط الطبق ده جوه الفرن بيدخل الفرن، لو هنحطه جوه الميكروويف بيتحط جوه الميكروويف، بس طبعا ما يكونش فيه ذهبي عشان نقدر نحطه في الميكروويف، عشان الاشعاع بتاع الميكروويف ما ياثرش فيه ويعمل زي شرز كده. فبالتالي هو بيخش الميكروويف، بيخش الفرن. طب احنا بقى لو حبينا نحطه على النار، البورسلين بيتحط على النار. فبالتالي البورسلين هو حلو جدا وعملي جدا. ففي بعض العرايس ممكن شكل البورسلين او الطقم الشكل بتاعه الحلو يخدعها، فتقول لك احطه في النيش. في الوقت ده اقول لك لا، البورسلين خساره وحرام انه يتحط في النيش، لان هو معمول كطقم مطبخ او طقم سفره عملي جدا. احنا كده قلنا ان احنا معانا طقمين للمطبخ، الاركوبال والبورسلين. في بقى عندنا الميلامين. طب احنا ليه بنحط الميلامين؟ الميلامين ممكن الناس تقول لك ده ادم وخلاص راحت عليه. لا خالص، الميلامين طالع منه اشكال وموديلات حلوه جدا ومناسبه لكل الاذواق. ليه بقى؟ لان الميلامين النهارده بقت موديلاته واشكاله حلوه جدا وبترضي كل الاذواق. الميلامين يا جماعه لو احنا جبنا ماركات كويسه زي ايه بقى؟ عندنا ماركات حلوه كتير جدا زي الغرباوي، عندنا الشريف، عندنا ميلامين الماليزي وده من وجهه نظري اهم واحسن ميلامين في مصر. عندنا الميلامين التركي حلو جدا ومنزل منه موديلات فوق الروعه. الميلامينات دي كلها يا جماعه حلوه وصحيه، زائد ان هي بتخش الميكرويف. طبعا احنا عندنا بعض الميلامين واولهم الماليزي اللي هو ضد الكسر، يعني لو وقع منك بالشكل ده مش هيتكسر. طبعا زائد ان كل الميلامين النهارده بنسبه 95% مقاوم للكسر. طقم صحي، اهم حاجه فيه ان هو كل التشكيل بتاعه اطباق، يعني طقم عملي في اليوم العادي او طقم عملي لو انت عندك عزومه. فعشان كده الميلامين من اهم الحاجات النهارده اللي بتتجاب للمطبخ، وما ينفعش نعتمد على الشكل. او ممكن بعض العقليات تيجي تقول لك انا ممكن اجيبه واحطه في النيش عشان هو شكله حلو. شكله حلو زي الميلامين الخشبي مثلا اللي احنا ممكن نشوفه زي بتاع التركي ده. ففي ناس كتير جدا بتيجي تقول لي لا انا هحطه في النيش. يا جماعه الموضوع ده مستبعد. طبعا في عندنا كل اشكال وكل موديلات الميلامين متوفره. فانت بالتالي اهم 3 اطقم انت ممكن تجيبيهم للمطبخ، عندنا الاركوبال، عندنا البورسلين، عندنا الميلامين. احنا ممكن نستغنى عن طقم من ال3، استغني عن الطقم اللي انت ممكن تحس انك مش محتاجاه وهات 2 بس. ليه بقول كده؟ عشان النهارده الاسعار بقت اوفر، فاحنا بنحاول نجيب الحلو ونوفر في نفس الوقت. كده احنا اتكلمنا بالتفاصيل عن كل اطباق المطبخ العمليه، ايه فيهم الاهم وكل واحد واستخداماته. استنونا في الحلقه الجايه هنتكلم عن كل حاجه النيش بالتفاصيل، وايه اللي احنا ممكن نستغنى عنه وايه اللي بيتجاب بدل ايه. شكرا.